Il a reconnu les États-Unis d'Amérique, l'un des premiers États à avoir reconnu au XVIIIe siècle les États-Unis d'Amérique, et la fait la reconnaissance des États-Unis d'Amérique par le Maroc. قلت له من تما وحنا فيدال نوتر اميتي افيك لي زيتازوني دامريك ظالما او مظلوما كاين مشكل نخلصوا عليها ولا ما نخلصوش عليها على كل حال. ومع ذلك ادينا عليها في 66 وهذا الشيء خاصك تطلع عليها السيد جيمس بيكر خاصك تعرفوا لانه لا الا اطلعت عليه غادي تشوف على انه الجمع العام ديال 66 كان كله برو سوفيتيك وكله برو الجيريان ودوز بوت في اللقاء هذاك القرار اللي هو كارثي. وسي الناس المسؤولين هذيك الوقيته في 66 قتل جيمس بيكر. انا من المغرب كنت غادي نخرج كون انا ديك الوقيته المغرب كون ما كانش ديك الوقيته الرزانه ديال الحسن الثاني رحمه الله كون ما كانش الرزانه ديالو وعارف راسو بانه راه يعيش واحد الموقف خطير. تخيلوا 66 انا ما عنديش 30 عام ديك الوقت وحسن الثاني ما عندوش 40 عام هذيك الوقت، ولكن هذيك 66 كانت الملكيه معزوله، كانت حاله الاستثناء في المغرب. كان ذاك اول برلمان اللي دار وقعت في حاله استثناء في 65. كانوا الحوادث ديال 65 كان الحركه الشعبيه وحدها اللي كانت بجانب القصر حتى الاستقلال اللي يعتبر من اخلص المخلصين للعرش لازمو حتى هو كان في نزاع مع القصر وكان خارج الحكومه وكان خارج. ما خلص الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه كان ضد لازمو كان الناس في الحباس والناس في هذه والناس هذه، وكنا كنعيشوا واحد الحاله في 66 اللي هي حاله الاستثناء. واعتقد انا تنقول بانه ربما هذاك الشيء هو اللي جعل على ان الحسن الثاني ما دفعش، لان قلت جيمس بيكر اندونيسيا على الاقل من هذا الشيء على ليريون الغربيه ليريون اوكسيدونتال على الاقل من هذا الشيء اندونيسيا خرجت هزات الكرسي وخمطاتو وخرجت من الامم المتحده ومشات عامين ولا 3 سنين وهي خارجه. يقول لهم سيدي اللهم انا هذا النقطه ليريون الغربيه راها جزء لا يتجزا من اندونيسيا وتجيو تقولوا لي انتم قرار لانه قرار فيه تلاعبات سياسيه واستراتيجيه وتجيو تقولوا لي وخرجت. قلت جيمس بيكر حنا كنا نديروها، ولكن كان الحكمه جلاله الملك هي اللي جعلت ربما المغرب ما خرجش من الامم المتحده، ولكن كل واحد هو اللي عارف يقرا. علاش غادي نديروا ما دام انه قرار صادر في 65 يفرض على اسبانيا ويفرض على المغرب انهم يدخلوا المفاوضات، علاش كتجيبوا تقبلوا هذا القرار الاخر اللي كيخليك الى تقرا؟ انا ما عنديش وقت باش نقرا عليكم. تيقول لك تقرا المصير، تيقول لك الشعب الصحراوي، تيقول واحد العدد ديال الامور. قلت له سيدي حتى هذا القرار حتى هو لو ان الجزائر كانت تقراه بواحد هذه مع الوفد المغربي في كوبا، قلت لهم حرام عليكم تقراو هذا الاسبوع. كان السي محمد اليازغي بجانبي تنعقل وقال لي نوض انت، قلت له نوض انت ونطل هذاك الوفد الجزائري. قلت لهم البوليساريو الحقيقي هو هذا الوفد هذا، راه ماشي يمكنش البوليساريو ولا شكل هذاك البوليساريا، ها الوفد ديال البوليساريو هو هذا، هما هاد الجزائريين اللي جالسين هنا، لانهم هاد الناس تيغلطوكم بطبيعه الحال تيشدوا لا ريزوليسيون 15 هذه المعلومه. يعني الطلبات ديال السنه ديال القانون العام ما يمكنلهمش يجعلوها. هذا القرار 15 هو يعتبر الميثاق ديال تصفيه الاستعمار، صوت عليه في 1960 يعتبر ميثاق ديال تصفيه الاستعمار وهو المرجع باش ترجع كلشي تيقول كونفورميمون لا ريزوليسيون. قلت له سيدي وهاد لا ريزوليسيون 15 اش نقراوها؟ تنقراوها تنصبوا اش تيقولوا هما تنقراو فيها الفصل الثاني. الفصل الثاني تيقول لك بالفرنسيه tous les peuples ont le droit à la libre détermination en vertu de ce droit ils peuvent organiser leur vie sociale économique الى اخره. على كل حال الفصل الثاني تيعطي حق لتقرير المصير للشعوب، ودا يجيو تيقراو في جميع اللقاءات اللي تلاقيت مع الجزائريين تيقول لك كونفورميمون على ريزوليسيون 15 وتيقراو هذا الفصل هذا. احنا صبحنا حتى وصل واحد العدد ديال من البرلمان عاد بدينا كنقولوا لهم اسيدي هذا اسمه هذا القرار ديال 15 شكون شكون كديروا له قراءات ويل للمصلين، وقراوه كله
ملي كتقراو الفصل الفقره جوج اللي كتقول تقرير المصير، نزيدو نقراو تلحقوا الفصل الفقره 6. الفقره 6 تقول toute tentative qui vise à détruire totalement ou partiellement l'unité nationale ou l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. كل محاولة اللي هي كتمس بالوحدة القومية أو بالوحدة الترابية ديال أي دولة من الدول الأعضاء ديال المجلس ديال الأمم المتحدة، هذه تعتبر ضد الميثاق ديال الأمم المتحدة. ولكن هذه القراءة قلت له كانوا تيقراوها دائما، ربما حتى انت راك ما وصلتيهاش باش تعرف. وهذه الفقرة السادسة صار عليها المغرب، انا ذاك صار عليها المغرب في 1960، وسهر عليها كذلك الممثل ديال الاتحاد السوفيتي، لانه لو كان ما داروش هذه كانت الاتحاد السوفيتي غادي ينفجر من امبلوزيون ديال الاتحاد السوفيتي. كانت تخمم الاتحاد السوفيتي لانه ربما غادي تا هما ينفجروا وغادي كل واحد غادي يطلب لاسمو، وهذا الشيء اللي غادي يديروا نيت من بعد ما يجي غورباتشوف الى اخره. ولكن غير المهم حاليا نبدا نقول هذا اسمه نبدا نقول هذا الشيء. سي جيمس بيكر قلنا له هذه المبادئ كلها اللي بداو كيجبدوا لنا ما بداو تيجبدوها حتى دوزنا الاتفاقيه ديال مدريد، لانه افني ديناها بالمفاوضات في 69. الصحراء الغربيه ديناها بالمفاوضات مع اسبانيا في 75 اتفاقيه مدريد، وتزكات من طرف الجمعيه الصحراويه اللي كان تيترأسها خاطر الجماني، وتزكات من طرف ليكورتيس البرلمان الاسباني. وفضينا في 76 فبراير 76 هذا الملف ديال الصحراء كله يتشرك ويتهبط في 76. مفاوضات درنا مع افني، جبتوا لنا افني لانه هذاك افني خرجوه السي بوتفليقه من مناسبكم اللي بقدرة قادر خرجوه من المقرر من القرار ديال 65. قال واخا هذا ديروا مفاوضات تفاوضوا على افني، ولكن فيما يخص الصحراء فيما يخص السقير الحمراء والذهب خاصنا لها تقرير المصير. حنا جينا قلنا تطبيقا تطبيقا الميثاق ديال الامم المتحده وتطبيقا لهذا القرار 2072 حنا كنتفاوضوا معاهم، دخلنا معاهم، جاب الله التيسير، فرانكو مات، الملكيه رجعت لاسبانيا، الديمقراطيه رجعت لاسبانيا، تفاوضنا معاهم، ردوا لنا الصحراء وصوتوا عليها الكورتيس وصوتوا عليها الجماعه الصحراوي. وفي 76 كان المشكل سهله، تفاوضنا مع اسمه فدينا المشكل مع اصحابنا خوتنا الموريتانيين، ما بقاش يلعبوا عليه الجزائريين. يعني قلنا صافي الحمد لله. هذيك الوقيته مع الاسف كيعاودوا ينوضوا الخوت الجزائريين وتيخرجوا لنا المشكل ديال الانتانجيبيليتي دي فرونتيراليتي دي سيستم كولونيال. لا احنا الحدود اللي هي تكونت في الاستعمار هي الحدود هي اللي خاصها تكون. ودي حنا راه ماشي مستعمره باش تطبق عليا الحدود والانتانجيبيليتي دي فرونتيراليتي. واش حنا سطرونا بحالكم بالخير وبالقلم؟ حنا راه دوله قديمه، راه هو اللي عطى بامريكان. لا حنا دوله عريقه غير تقلبات الظهر وتقلبات الزمان اللي جعلتنا اننا واحد الوقت عرفنا الانحطاط وعشنا المراره ديالو وعشنا وحنا تنخلصوا. ولكن الحمد لله المغرب عاود مع محمد السادس الله ينصرو ويحفظو كطالب ديالنا في الكليه اولا وكملك ديال المغرب. يعني المغرب ولا تسترجع الانفاس ديالو، ولينا حنا تنشعروا بالحريه باش نقولوا شي حوايج. انا ربما هاد الحوايج اللي تنقول اليوم ربما في ظروف اخرى ما كنتش نقدر نقولها، ولكن تنقولها. وتنذكروا السي جيمس بيكر تنقولوا شوفوا هاد اسبانيا، هاد الصحراء الغربيه لما خداتها اسبانيا، هادو الجانب اللي دزت عليه مرة الكرام، هاد الصحراء الغربيه اللي خداتها كيفاش خداتها هاد اسبانيا؟ كيفاش خداتها الصحراء الغربيه؟ كانت عندها حمايه يرجعوا فرنسا واسبانيا. اذا كان شي حد صراحه اذا كان شي حد اللي خصنا نلومو اليوم هو فرنسا،
لان فرنسا هي اللي داتنا هي اللي عدات بنا لهذه الحاله كلها. فرنسا سنت معنا العقد ديال الحمايه ديال 1912 سنينا مع هذه الحمايه، كانوا هما دايرين اتفاقيات سريه ما بين اسبانيا وما بين ما تدخلش في واحد الحاله في واحد الوقت تتسمى لا بوليتيك دو تروك. اعطيني نعطيك، خلى لي تاع على مصر ناخذ تونس، خلى لي تاع على البيك دو كنار وانا ناخذ هذه الى اخره. وعلى كل حال غير باختصار تنقولوا بانه لما اتفقت اسبانيا مع فرنسا، غير بمجرد ما تمضى على عقد الحمايه قالت لها جا داكشي اللي وعدتك به هاكي خذي، وهي تعطيها شمال المغرب وعطاتها جنوب المغرب فيه الصحراء الغربيه. ما تقومش غالطين بانه راه عندنا شي اتفاقيه ولا شي حمايه مع اسبانيا، ما عندنا معاها والو. اذا فرنسا اللي عطات هذاك الشيء كانت خاصها ترد. لو كانت عندنا دبلوماسيه صحيحه وتتعود هذيك الوقت غادي توقف على فرنسا بعد الاستقلال. قول لها لا انا ما درتش حاجه مع اسبانيا، انا ما عطيت اسبانيا والو، انت اللي عطيتيها على الشمال وانت اللي عطيتيها الجنوب. وخرجها دابا ردت لنا الشمال وردت لنا بالدراع هذيك طرفايا، ودابا يفني مع الصحراء ما باش تردوا. واكثر من هذا الشيء قررت بكيفيه انفراديه، دارت في 46 قررت انفراديه باش رداتها مستعمره باش تبقى فيها خالدين فيها ابدا. هذا اسمه كما كانت فرنسا هنا حتى هي تتقرر ملي اكتشفت لي غاز والبترول كثير. ديك الوقيته فرنسا حتى هي خلقت لي زوسيرس لي زورغانيزاسيون كومون دي ريجيون صحراويه، وخلقات وبغات دير دوله هنا دوله هنا، الا ان هنا تلفيني على الاستاذ كنزه. لا انا غادي نوقف غير وكان قلت وهذا هو، يسمحوا لي الاساتذه المحترمين، ولكن انا غادي غير هذه القضيه هذه خاصها تكون مفهومه. جات اسبانيا وتتخلق لك هذاك مسمار الشحن وتتعمل قرار انفرادي ديالها داخلي، وكتشد السقي الحمراء هو الذهب لان اكتشفت فيه لو غاز لا اسمه البخرى والفوسفات ديال البخرى، وكتجي وكتقرر كيفيه انفراديه على انه تتلصقوا مع التراب الاسباني وتتولي بارتي انتيغرونت دو تيريتوار اسبانيول. يعني شي حوايج خلقت العدو. هذا الشيء كله يمكن له يتعالج ويمكن له يدافع عليه. وإلا كنا كنهضروا مع الاستاذ تاج الدين ولا مع الاساتذه الكرام والاستاذه، هذا الشيء كله يمكن يتعالج الى الدبلوماسيه ديالنا بغات تدخل شويه للجامعه، وبغات تجي تستعين شويه بالاساتذه الجامعيين، وبغات هادشي قمنا بواحد العمل يعني ما يمكن لكمش تصوروه في البرلمان ديال 77، لان البرلمان 77 كان فيه غرفه وحده، وجينا ذاك العام ما كانت هجره الله ورسوله، ماشي ما كانتش هجره المرأتين في عاوني 107 وهجرته الى ما هجر اليه. كان ديك الوقيته الهجره للبرلمان غير العمل، ما كان فيها لا ترافيك لا والو. تلاقينا بواحد العدد ديال الاساتذه والمحامين ومشينا لا سموتو زعنا للبلدان وبدينا كنشرحوا له شي الصحراء، وقلبنا الكفه على الجزائريين. دابا حنا الجزائريين باش نختم، احنا ما عندنا حتى شي حاجه مع اخواننا الجزائريين، عندنا مشكل مع الحكام الجزائريين. الحكام الجزائريين باقيين تيحكموا، سي بوتفليقه باقي تيحكم بالهيمنه ديال بومديان، باقي تيحكم بالفكره ديال لاجيموني وديال لا مونتاليتي بروسيان. تنقولوا له اخر ايامنا تنقولوا له يا ربي يدير شي التفاته، يا ربي ياخذ شي مبادره اللي هي ربي يغفر ليه بها الذنوب ويغفر ليه بها هذا الموقف اللي هو دابا 30 عام وحنا كنعيشوا او 35 عام